ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده we will be learning English by chunks. يعني ايه الكلام اللي انا قلته ده؟ يعني احنا النهارده هنتعلم English عن طريق الجمل. كنت فاكر ان احنا عملنا فيديو قبل كده، فمن غير ما نطول عليكم يلا بينا على الفيديو على طول. ايه اول موضوع معانا؟ هو ازاي تتبسط لحد. عندي لك 5 جمل، ماشي؟ كل جملة ليها example. اول جملة معانا وهي I'm thrilled for you، كأنك بتقول أنا مبسوط ليك بالظبط. I'm happy for you بالظبط، ماشي؟ I'm thrilled for you يعني I'm happy for you. طيب إيه الإكزامبل بتاع I'm thrilled for you؟ يعني أقولها إزاي؟ مثلا هتقول I'm thrilled for you that you finally got that book published، يعني أنا مبسوط لك إنك أخيرا نشرت الكتاب ده. تمام. إيه تاني جملة معانا؟ هي hats off to your success، يعني مبروك. تمام. طيب ايه الاكزامبل بتاع hats off to the team for completing the project ahead of schedule، يعني مبروك للفريق او للتيم بتاعنا، يعني ان هو خلص المشروع ده قبل الوقت المحدد ليه. تمام. ثالث جملة معانا وهي you nailed it، يعني باللغة العربية حرفيا احسنت. good job يعني، فاهم؟ فمثلا لو انت حابب تستخدمها في جملة، مثلا هتقول he nailed it in the second half of the match، يعني هو عاش عليه على اللي عمله مثلا في الشوط التاني من الماتش، هو فرتك الدنيا، كان كويس جدا، فاهم؟ ودي كانت تالت جملة معانا. طيب رابع جملة معانا وهي your hard work paid off، كان في مثل بيقولك يعني ان الشغل بتاعك هيطلع له ثمر، يعني فاهم؟ كأنه بيطلع له ثمار كده. انت بتتعب جامد في الشغل، فبعد ما بتتعب في الشغل ده بيطلع لك نتائج، فهو بالظبط ده اللي حصل، هو طلع له النتيجة. فمثلا في الاكزامبل بتاعها بتقول months of hard work has finally paid off، يعني اخيرا بعد شهور من التعب النتيجة بدأت تظهر، فاهم؟ طيب دي كانت رابع جملة معانا. طب خامس جملة معانا برافو well done، انت بتقولها مثلا لما يكون حد مثلا لعب في الماتش كويس جدا، لما تكون مثلا حد من صحابك مثلا جاب نتيجة كويسة جدا، مثلا كسب في لعبة، ايا كان اي حاجة كويسة، ممكن تقوله برافو well done، كأنك بتقوله عاش عليك بالظبط. فمثلا لو حبينا نقول example هنقول ايه؟ I finally won a prize، صاحبك بيقولك كده مثلا، فانت تقوم قايل له ايه؟ برافو well done. تمام. احنا كده اتعلمنا ازاي نتبسط لحد. طيب لو احنا عايزين نسلم على حد ومش عارفين، انا جايب لك 5 جمل برضو. اول جملة معانا وهي how's everything، يعني كيف الحال، يعني الحال عامل ايه. تمام. يعني اول جملة هي how's everything. طيب تاني جملة وهي how's life، يعني ازاي الحياة عاملة معاك ايه كده، حاجة بسيطة جدا. طيب تالت جملة معانا how's it going، يعني الدنيا ماشية معاك ازاي، انت كويس كده. فالدنيا بسيطة قوي لغاية دلوقتي. طيب رابع واحدة، انا طبعا ممكن ما تبقوش فاهمين ان هي واتساب، هي حرفيا واتساب مش واتساب، هي واتساب بس هي مختصرة بلغة الشوارع، من الاخر لغة الصحاب كده بين بعض، لو هي واتساب، فاهم؟ فهي بتبقى مكتوبة WASSUP. واخر جملة معانا وهي what are you up to، يعني انت ناوي ايه النهارده، مثلا انت ناوي حاجه النهارده، ناوي تنزل الحاجات دي يعني. بس يعني وبكده احنا اتعلمنا ازاي انك تسلم على حد بالانجلش. تمام. في ايه تاني بقى؟ في مثلا لو انت حد وحشك ممكن تقول عندي ليك 4 جمل. لو انت عايز تتعلم ازاي تقول وحشتني، او انت وحشني يا عم، او وحشتيني. بس طبعا اوعى تكون تاخد الكلام ده وتروح تكتبه للكراش، لا لا، عيب خالص خالص خالص، احنا كمسلمين ما نقبلش بالكلام ده. اوعى يا ولا. طيب فالمهم يعني اول 4 جمل، ماشي. اول جمله معانا وهي I wish you were here، يعني اتمنى لو انت كنت هنا، يعني حرفيا ده معناها، ماشي. I wish you were here بتقولها لما بتكون حاسس ان هو بقاله كتير انك ما شفتوش، او لو هو مسافر مثلا I wish you were here، اتمنى انك كنت هنا. او لا قدر الله لو هو ميت،
بيقولوا كده برضو. طيب وتاني جملة معانا I feel sad without you، يعني أنا بحس بالحزن من غيرك. ده معنى إن هو شخص غالي بالنسبة لك، فأنت بتقول كده ساعتها. طيب وتالت جملة معانا هي all I do is think about you. يعني إيه all I do is think about you؟ يعني أنا طول الوقت بفكر فيك، أو أنا كل اللي أنا بعمله إن أنا بفكر فيك بس. تمام. إيه رابع جملة معانا بقى؟ وهي you crossed my mind، يعني أنت بتخطر على بالي. فاهم؟ you crossed my mind يعني بتخطر على بالي. طيب واخر موضوع معانا النهارده وهو let me know. يعني ازاي تقول let me know بس بطرق تانية؟ يعني ازاي تقول له عرفني، بلغني، ايا كان. انا عندي ليك 5 جمل. اول جملة معناها keep me updated. يعني ايه keep me updated؟ يعني خليني على اطلاع، خليني مطلع معاكم، دايما معاكم في كل حاجة. طيب تاني واحدة وهي keep me posted، اللي هي برضو خليني على اطلاع. keep me posted يعني خليني على اطلاع. طيب تالت جملة معانا وهي don't hesitate to inform me، يعني ما تترددش في إبلاغي. بنقول ايه؟ don't hesitate to inform me. hesitate يعني تردد، فهو هنا بيقولك لا تتردد، يعني ما تترددش في انك تقولي. طيب رابع جملة معانا هي fill me in، يعني كأنك بتملاه، املأني يعني. فاهم؟ لما بيدولك مثلا ورقة كده، استمارة كده مثلا قبل الشغل بتملاها وبتحط فيها بياناتك، كأنك بتعمل كده مع الشخص بالظبط يعني. فاهم؟ بيسألك الأسئلة وانت بتملاه. تمام. طيب خامس جملة معانا وهي inform me please، يعني ايه؟ يعني ابلغني. مش لازم تحط كلمة please دي، انت بتحط please دي لو انت مثلا لو سمحت، يعني انت عايز تبقى polite كده، عايز تبقى كويس كده ومحترم كده في كلامك، ممكن تقول please. انما هي inform me بس عادي، يعني بلغني. تمام. وبس كده. اتمنى تكونوا استفدتوا، وباذن الله ننزل لكم فيديوهات تانية كتير. ان شاء الله انتوا تكونوا متابعين معانا وتكونوا بتستفيدوا من فيديوهاتنا. ومع السلامة.